قبل بداية الفيديو ندعوكم إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ودع فريق أولمبيك ليون الفرنسي الدولي المغربي نايف أكرد لاعب ويست هام الإنجليزي ضمن قائمة اختياراته من أجل تعزيز خط دفاعه في مرحلة انتقالات الشتوية القادمة. وأوضح أحد المواقع الفرنسية أن ليون يستعد لإحداث ثورة كبيرة في صفوفه بعد النتائج السلبية التي يعيش باحتلاله المركز الأخير في الدوري الفرنسي، ويأمل في إبرام صفقات قوية في المرحلة المقبلة. ومن بين الأسماء التي وضعها الفريق الفرنسي ضمن قائمة الانتدابات المتوقعة المدافع المغربي أكرد، والذي يعد من بين أفضل الصفقات التي يتطلع النادي لحسمها سواء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو حتى الصيف القادم. وحسب المصدر ذاته فالعائق الذي بإمكانه عرقلة الصفقة وهو عقد أكرد مع الهامرز يمتد لغاية سنة 2027، وسيحاول ليون الفرنسي البحث عن صيغة الاستفادة منها. وكانت القيمة التسويقية لأكرد قد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا الموسم وفقا لآخر تحديثات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، حيث أصبحت 35 مليون يورو بعدما كانت 32 مليون يورو في الفترة السابقة. وكان نايف أكرد قد وقع في كشوفات ويست هام في موسم 2022 قادما من رين الفرنسي بعقد يمتد إلى سنة 2027 مقابل 30 مليون جنيه استرليني.